تفتكر الأهرامات كانت بس مقابر للفراعنة ولا فيها أسرار أكبر من كده بكتير؟ في الفيديو ده هنتكلم عن حاجات غريبة ونظريات مجنونة وأسرار مر عليها آلاف السنين عن واحد من أعظم المباني اللي شافها العالم، أهرامات الجيزة. خليك معايا للآخر علشان في حاجات هتسمعها لأول مرة. قبل ما تغوص معايا في عالم الأسرار، اعمل لايك واشترك علشان ما تبقاش اللي بيتفرج ويمشي من غير سلام. الأهرامات اتبنت أيام الدولة القديمة وتحديداً في الأسرة الرابعة. أشهرهم 3: هرم خوفو وده أكبرهم، خفرع ومنقرع. الهرم الأكبر كان أطول مبنى في العالم لمدة أكثر من 3000 سنة. عارف إن الهرم متكون من أكثر من 2 مليون حجر، وكل حجر فيهم وزنه من 2 ل 30 طن. طب إزاي شالوا الحجارة دي ونقلوها من أماكن بعيدة؟ سؤال بيحير العلماء لحد النهاردة. الأهرامات مش بس ضخمة، لا دي معمولة بدقة مش طبيعية. الهرم الأكبر متوجه تماماً للجهات الأربعة الأصلية: شمال، جنوب، شرق، غرب. والنسبة بين قاعدته وارتفاعه قريبة جداً من الرقم الشهير باي 3345. يعني كان عندهم رياضيات وعلم مش بسيط خالص. وكمان جوه الهرم في ممرات وغرف كتير لحد النهاردة محدش عارف وظيفتها ايه. وفي 2017 اكتشفوا فراغ ضخم جواه، بس محدش دخله أو فهم هو ايه. بعض العلماء بيقولوا انهم بنوا منحدرات ضخمة وطلعوا عليها الحجارة، وفيه اللي قال ان الحجارة نفسها اتعملت زي الطوب واتصبت في قوالب. وفيه رأي بيقول ان فيها آلاف العمال اشتغلوا في البناء، بس مش عبيد زي ما كنا فاكرين. دول كانوا عمال مهرة وكانوا بياكلوا كويس وبيدفع لهم فلوس. بس في ناس تانية مش مقتنعة بأي نظرية من دي، وبيقولوا نظريات أغرب بكتير. فيه ناس بتعتقد إن الأهرامات مبنية بواسطة حضارات قديمة متقدمة جدا أو حتى كائنات فضائية. في مسلسل Ancient Aliens اتقال إن التكنولوجيا اللي استخدمت في البناء مستحيل تكون من 4000 سنة. فيه كمان النظريات بتقول إن الأهرامات مش بس قبوراً لكن مراصد فلكية أو محطات طاقة. الغريب إن فيه تشابه كبير بين شكل الأهرامات وبعض المعابد في المكسيك والهند والصين، رغم إن الحضارات دي ما كانتش على اتصال ببعض. بصراحة لحد النهاردة محدش عارف كل حاجة عن الأهرامات. كل سنة العلماء بيكتشفوا حاجات جديدة والتكنولوجيا بتساعدنا نفهم أكتر. بس الحاجة الوحيدة اللي متأكدين منها إن اللي بنى الأهرامات كان عبقري، سواء كان مصري أو مخلوق من عالم تاني. تعال نرجع لحاجة بسيطة بس غريبة جدا. عارف إنك لو بصيت لموقع الأهرامات على الخريطة هتلاقيها متوزعة بنفس ترتيب 3 نجوم في كوكبة اسمها أوريون؟ يعني الفراعنة كانوا بيرتبوا مبانيهم حسب السماء. دي مش أول مرة تحصل. معابد تانية في مصر القديمة كمان ليها نفس العلاقة بالنجوم. والأغرب إن ارتفاع كل هرم بيتناسب مع درجة سطوع النجم اللي بيمثله. مين يقدر يعمل حسابات فلكية بالشكل ده من آلاف السنين؟ يعني هل كان عندهم علم فلك متطور؟ ولا كانوا بيتبعوا حضارة أقدم؟ ولا فعلاً زي ما بيقولوا كان في مساعدة من جهة تانية خالص؟ طيب تعال نفكر بالعقل. الحجر الواحد اللي في الهرم ممكن يوصل وزنه ل30 طن، واتبنى فوق حجر تاني بدقة ميكرونية. يعني لو في فرق بسيط الهرم كله كان هيقع. فين المعدات اللي شالت الحجارة دي؟ فين أدوات القياس اللي خلت البناء يطلع بالملي كده؟ في علماء بيقولوا إن ده ممكن يكون نوع من التكنولوجيا القديمة اللي ضاعت مع الوقت. يعني إحنا نفتكر نفسنا متقدمين، بس يمكن اللي قبلنا كانوا أذكى بكتير. عارف إن لحد النهاردة في غرف جوه الهرم الكبير محدش دخلها؟ في ممرات وغرف مقفولة مكتشفينها باستخدام أجهزة حديثة زي الأشعة تحت الحمراء، بس لسه ما فتحوهاش. طب ليه؟ خايفين من إيه؟ هل ممكن تكون فيها أسرار هتغير اللي احنا عارفينه عن التاريخ؟ ولا يمكن فيها تكنولوجيا أو معلومات مش المفروض تتعرف؟ الموضوع مش بسيط ومش كله آثار وتحف، ده في حاجات ممكن تقلب كل النظريات. طب لو الهرم فعلا فيه طاقة، هل نقدر نعيد استخدام التكنولوجيا دي في الزمن بتاعنا؟ هل ممكن نتعلم من الفراعنة ونبني مباني ذكية زي دي؟
ولا لازم نفهم الرسالة الأول؟ الرسالة اللي لسه محدش قدر يفك رموزها بالكامل، اللي متأكدين منه إن الأهرامات لسه ما قالتش كل اللي وراها. كل ما نكتشف حاجة نلاقي وراها لغز أكبر، وده اللي بيخليها مش بس أعظم إنجاز بشري، لكن يمكن أعظم تحدي فكري في التاريخ كله. دي قناة سؤال محيرني، ودي كانت رحلة جديدة في أسرار الأهرامات. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الحلقات الجاية، وسيب لي في الكومنت رأيك، يمكن نظريتك تكون هي المفتاح اللي بندور عليه. سلام، وخلي بالك لأن اللي جاي أغرب.